أهلا بيكم. النهاردة هنفتح ملف عادة كده بنعملها كلنا تقريبا، حكاية الكرسي اللي في أوضتنا. الكرسي الشهير ده. بالظبط، اللي هو فجأة كده بيتحول من مجرد كرسي عادي يعني زي شماعة أو كوم للهدوم. فالنهاردة عايزين نفهم ليه ده بيحصل وإيه المعنى اللي ورا الموضوع ده. تمام. كلنا عارفين السيناريو ده، كرسي له شكله ومكانه، فجأة تلاقيه عليه طبقة هدوم، بعدين طبقتين 3، وهنا بقى ياخد اللقب بتاعه كرسي الهدوم. ليه الكرسي ده بالذات؟ هي الفكرة إنه الهدوم دي نفسها حالة خاصة شوية، يعني لا هي نظيفة كفاية ترجع الدولاب على طول، ولا هي متوسخة محتاجة غسيل فوراً. حتة المنطقة الرمادية دي. بالظبط. بس السبب الحقيقي بقى بصراحة كده إنه الكسل. الكسل؟ مش بعد الدولاب.